اول ما تلاقي الحاجات دي في شركتك افهم ان الشركة بتنهار وانه مفيش ادارة. لو لقيت في عصبية ما بين الموظفين عشان بس بيمارسوا طبيعة شغلهم يبقى في مشكلة. لما تلاقي كل موظف مسؤول عن أداء مهمة معينة بيخاف أو ما بيرضاش إنه هو يوقع على الورقة اللي تقول إنه هو عمل الشغل ده، تفهم إن في مشكلة. لو النهاردة بتعمل شغل في تخصصك وبكرة عملت شغل مش في تخصصك يبقى في مشكلة. طبعا لما تلاقي الايميل دايما بيتبعت لك وفي ناس كتير قوي سي يبقى انت في مشكلة. لما تلاقي الادارة خلت الموظفين ان هم مهتمين قوي بموضوع الحضور والانصراف وما اهتموش بتطويرهم الشخصي، او ان الموظفين مش عايزين يعملوا حاجة يكبروا بيها الشركة، يبقى في مشكلة. لو مديرك مش واقف في ظهرك وبيشيل عنك اي مشكلة او اي خطأ انت بتعمله او وقعت فيه، يبقى في مشكلة. لو مستكترين مرتبك عليك او مستخسرينه اصلا فيك، يبقى في مشكلة. المشاكل دي على قد ما هي صعبة وممكن تكون سبب في انهيار اي شركة، الا انها محتاجة حاجة واحدة بس عشان تتحل: الادارة. بس